قبل ما ندخل على وصفة النهاردة أحب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. هنعمل كعك العيد النهاردة. دي أول وصفة النهاردة في نواعم العيد. أول حاجة هنبدأ بيها الكعك اللي لو عملتوه زي ما أنا هعمله بالظبط النهاردة هتاخدوا كعك تحفة وماسك نفسه زي ما انتم شايفين. وبصوا بتكسروه دايب دوب من جوه. ده محشي ملبن، أنا عاملاه النهاردة سادة ومحشي ملبن. شايفين دايب ازاي؟ تحفة وماسك نفسه في نفس الوقت. يعني لو مشيتوا على التركات اللي هقول لكم عليها النهارده هتعملوا اجمد كحك في العيد، احلى من الجاهز مليون مره. هيبقى ريحته تحفه وطعمه تحفه واحنا عاملينه بايدينا. بجد انا مبسوطه جدا من النتيجه اللي انا اخدتها من الكعك اللي انا عاملاه. هنقول دلوقتي الطريقه، بس هقول لكم الاول نحفظه ازاي. انا طريقه حفظ للكعك بجيب علبه بلاستيك كبيره مثلا على قد الكميه اللي انا عاملاها، وبروح مغلفاها بورق الالومنيوم زي ما احنا شايفين كده، واروح رصه الكعك فوق بعضه. الطريقة دي نعملها تاني يوم ما نعمل الكعك، يعني نعمل الكعك ونسيبه يبرد يوم، تاني يوم على طول نغلف العلبة ونرص الكعك فوق بعضه ونغطيه كويس جدا. كده يقعد معانا شهر زي ما هو وريحته زي ما هي، والذوبان اللي فيه هيفضل زي ما هو ومش هياخد رطوبة ولا هيتغير لا في طعمه ولا في ملمسه ولا في أي حاجة. الطريقة دي حلوة جدا في تخزين الكعك والبسكوت وكل نوع من العيد. يعني لو هنعمل كميات هتقعد معانا شهر واكتر من شهر كمان زي ما هي. يبقى الفيديو بتاعي النهاردة هقول لكم على طريقة ناجحة 100% لكعك على السخن زي بتاع اجدادنا زمان واهالينا. الدقيق اللي معانا متعدد الاستخدامات او الكوثر. تعالوا اقول لكم اول خطوات الكعك. اول حاجة هنجيب كمية الدقيق اللي احنا هنستعملها 3 كيلو 2 كيلو كيلو. انا النهاردة عاملة 3 كيلو. هننخله كويس جدا، وبعد كده هنجيب الحشوة اللي احنا هنعملها اذا كانت ملبن او عجوة، ونحط عليها معلقة سمنة بلدي او اي نوع سمنة انتوا حابينه. المهم الطريقة تبقى ناجحة معاكم، باي نوع سمنة هتاخدوا احلى نتيجة. عملنا دلوقتي كيلو ملبن، عليه معلقة سمنة وعليه معلقة سمسم وعليه 3 نقط من ريحة الموز، هتفرق جامد في الطعم. جربوها، يعني اللي ما بيحبهاش جربوها بس نقطتين او 3. هنعجن كويس جدا الخلطة دي كلها مع بعض عشان تبقى طرية مع السمنة. هنكور الملبن على قد الكعكية، يعني كل ما نعملها اصغر كل ما الكعكية بتاعتنا هتبقى صغيرة وشكلها احلى. كده خلصنا كمية الملبن كلها، هنشيلها على جنب. والعجوة نفس الحكاية هنعملها بنفس الطريقة ونشيلها على جنب. هنعمل 3 كيلو دقيق، يعني عايزين كيلو 650 سمنة. كل كيلو دقيق ليه 550 سمنة. هنعمل النهاردة كعك على السخن، يعني هنقدح السمنة، هنحطها في حلة على النار ونقدح. هنجهز الخميرة والسمنة بتتقدح. هيبقى ربع كوباية مية مع معلقة الا ربع من الخميرة. كل كيلو دقيق ليه ربع معلقة خميرة، ومعلقة ونص او معلقتين من السكر البودر. الدقيق اللي احنا نخلناه هنحط عليه 6 معالق سمسم، كل كيلو ليه معلقتين سمسم. السمسم اللي معانا ابيض عشان السمنة مقدوحة فهيتحمص فيها. هنحط 6 معالق من السكر، كل كيلو ليه معلقتين سكر برضو. دلوقتي هنحط ريحة الكعك، هتبقى معلقة ونص من ريحة الكعك، برضو نص معلقة لكل كيلو. هننخله كويس جدا. يفضل ان احنا ننخله ما نحطوش على طول عشان بيبقى فيه حاجات كبيرة كده هتبقى طعمها مش حلو في الكعك. التركة اللي انا عاملاها جديدة النهاردة وطعمها فارق جدا، المحلب. هنحمص المحلب ونطحنه، وهنحط منه معلقة ونص برضو او معلقتين. ما نحاولش نكتر في ريحة الكعك ولا المحلب علشان الكعك ما يمررش معانا. يعني معلقتين من المحلب كافيين قوي ل3 كيلو دقيق، ومعلقتين من ريحة الكعك كافيين قوي برضو ل3 كيلو دقيق. هننخل كل حاجة كويس قوي علشان ما يبقاش في حاجات كبيرة في الكعك. هنحط معلقة الا ربع من الملح، يعني معلقة صغيرة الا ربع، وهنحط كيسين فانيليا. هنقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه، وهنحط السمسم بس على الوش علشان يتقدح معانا. هو كده السمنه انا قدحتها فما اتقدحتش كويس، كملت تاني وجبتها. لازم توصل للدرجه دي، لازم بتبقى بتغلي مع السمسم ومع الدقيق. دي الطريقه القديمه اللي كل اهالينا كانوا بيعملوها زمان، واحلى طريقه وانجح طريقه ممكن تاخدوها للكعك هي بالطريقه دي. هيقعد معانا فتره طويله جدا لان السمنه المقدوحه بتحافظ على الكعك لمده طويله. اللي على البارد انا هعمل معاكم بكره برضو فيديو تاني على البارد، بس كميه صغيره لان ما بتقعدش كتير زي الكميه دي. هنقلب كويس جدا. طبعا السمنه سخنه جدا فمش هينفع نقلب بايدينا، هنقلب في العجان لو عندنا عجان، وهنقلب بايدينا بس بعد ما تبرد شويه، يعني نسيبها 10 دقايق او 5 دقايق
وبعد كده هنقلب بايدينا بقى، اسمها البس، هنبس كويس جدا. يعني نعمل بايدينا بكفوف ايدينا، لو احنا ما عندناش عجان نقعد نبس لغايه ما ناخد النتيجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي. شايفين الخميره ما شاء الله كبرت معانا، عليت معانا، ناجحه. لازم نجرب الخميره بره علشان لو مش ناجحه نعمل غيرها. شايفين دي النتيجه اللي المفروض ناخدها من البس على ايدينا او في العجان، تبقى زي الميه في ايدينا، يعني ما نعرفش نمسكها. في الاول هنحط الدقيق على السمنه، هنلاقيها جامده وناشفه وزي الرمله. توصل النتيجه دي نحط الخميره على طول. ربع كوبايه ميه عليهم معلقتين سكر، عليهم معلقه الا ربع من الخميره. منكترش في الخميره برضو علشان النقشه بتاعه الكعك ما تروحش مننا لما يدخل الفرن. عايزه اقول لكم الروايح اول ما حطيت السمنه سخنه على الدقيق، روايح المحلب وريحه الكعك والسمسم، كل حاجه ريحتها طلعت تحفه، ملت البيت بصراحه، كانت ريحتها فظيعه. كده خلصنا مرحله بس هنعجن بره بقى من غير عجان. خلاص احنا وصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها، ان العجينه بقت زي الميه في ايدينا. كميه السوائل بقى اللي على كيلو الدقيق 200 ملي من الميه على لبن، يعني كوبايه 200 ملي، 100 ملي ميه و100 ملي لبن. يعني انا دلوقتي عامله 3 كوبايات، كوبايه ونص ميه وكوبايه ونص لبن. عايزين نعمل بميه بس مفيش اي فرق، عايزين نعمل بلبن بس يفضل ميه على لبن، يا اما ميه بس عشان تقعد معانا فتره طويله. برضو اللبن بيخلي الكعك روحه قصيره. احنا دلوقتي ما بنعجنش، احنا دلوقتي بنقلب بايدينا، بكفوف ايدينا بصوابعنا كده، علشان العجينه ما تتعجنش ويبقى لها عرق. نعرف منين العجينه ناجحه معانا؟ احنا هنفضل نزود في السوائل واحده واحده، مش هنحط الكميه كلها، ونقلب زي ما انتوا شايفين بصوابعكم بس، يعني تقليب مش عجن. شايفين الطريقه؟ هي دي الطريقه الصح. اول ما ندوس على الكعكايه ونلاقيها اتشققت يبقى هي عايزه تاني سوايل، ونقلب بصوابع ايدينا برضو. اول ما نوصل للنتيجه اللي احنا نكور العجينه في ايدينا واللي هي ما اتشققتش معانا وشكلها ملمسها ناعم من كل اتجاه كده، يبقى خلاص تمام. يبقى الخطوه دي مهمه جدا، اللي احنا ما نحطش ال 200 ملي الكيلو الدقيق مره واحده، علشان احنا كنا عاملين الخميره اصلا في ميه، فممكن ما نحتاجش كوبايه كامله. واهم حاجه في عجن الكعك اللي احنا ما نعجنهوش بايدينا نديله بالبنيات كده زي اي عجينه، لا بصوابعنا وبكفوف ايدينا كده نقلب زي كف العجان. دلوقتي هنجرب اللي احنا نعمل كوره من العجين ونضغط عليها بايدينا. شايفين؟ هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. يعني هنحط السوائل واحده واحده لغايه ما ناخد شكل الكعكايه متساويه من كل اتجاه. انا ضغطت عليها كذا مره، هو ده الشكل اللي احنا محتاجينه، مش متشققه خالص وناعمه وجميله معانا. كده الكعكايه هتبقى دايبه وماسكه نفسها في نفس الوقت، ما احتاجناش اخر شويه لبن. يعني اللبن على الميه الاخيره دي احنا ما احتاجناش اخر شويه، الشويه دول اللي احنا احتاجناهم في الاول مع الخميره. دي الاشكال اللي انا جايباها عشان اعمل بيها الكعك. بس عايزه اقول لكم ان المناقيش بتاعت زمان دي عجبتني اكتر بكتير من الاشكال الجديده. يعني انا نقشت الاغلبيه كلها بالمنقاش. هنحط الملبن جوه العجينه، ما نتخنش العجينه قوي عشان تطلع صغيره معانا، ونعمل الاشكال اللي احنا حابينها بقى. عايزين نعمل بالشكل ده، عايزين نعمل بالمنقاش، عايزين نعمل بالاشكال البلاستيك، اللي يعجبنا او الاطفال يعجبهم اعملوه. بس كنت مبسوطه جدا وانا بعمل بالمنقاش، المنقاش نقشته حلوه قوي، وانا في فيديو تاني عاملاه لكم بيوريكم كذا شكل انا عملت بيه. او ده شكل القوالب البلاستيك، ما عجبنيش خالص لان النقشه مش باينه فيه. اهم حاجه كمان واحنا شغالين لازم نغطي العجينه بكيس بلاستيك او بفوطه نظيفه. انا كده خلصت الكميه كلها اللي معايا، ما خدتش وقت خالص. ال3 كيلو دقيق مع السمنه عملوا كميه ما شاء الله كبيره. يعني احنا باقل التكاليف ممكن اي نوع سمنه هنعمل احلى كعك. اهم حاجه الصنعه واللي احنا نمشي على المقادير بالظبط، والطعم هتاخدوه تحفه ان شاء الله. انا خلصت كل الكميه، هنبدا بقى في التسويه من اول صاج او اول صينيه احنا بدأناها. الفرن هيكون متسخن على 200 درجه مئويه، هنحط الكعك على 200 درجه مئويه في الاول، وبعد كده هننزل درجه الحراره ل 180. هناخد كعك لونه حلو قوي، مش هيبقى محروق من تحت ولا واخد لون من فوق. لو حسينا ان الكعكايه استوت من تحت وعايزه لون من فوق نشغل الشوايه، واول ما تاخد لون فاتح شويه نطفي على طول. الكعك ما بيتحرقش، يعني ما بياخدش لون غامق، لازم يطلع فاتح من تحت ومن فوق. هنحط بقى سكر البودرة عليه بس بالطلب، يعني احنا عاملين كميه كبيره مش هنعملها كلها، على قد اللي هيتاكل بس في ساعتها. الطريقه دي ناجحه ان شاء الله 100%. امشي بس على الخطوات بالظبط
ونفس المقادير. ونخلي بالنا ما نكترش من ريحه الكعك ولا المحلب عشان ما يمررش. هتاخدوا احلى كعكيه ماسكه نفسها زي ما انتوا شايفينها كده، وتقطموها دايبه في بقكم ودايبه في ايديكم. حلوه قوي. واعملوا بالحشوات اللي انتوا حابينها، يعني ملبن، عجوه، ممكن ساده، عجميه، مكسرات. الحشوه اللي انتوا حابينها اعملوا بيها، هتاخدوا احلى كعك ان شاء الله. الكعكية دايبة والطعم تحفة، وريحة السمنة المقدوحة في الكعك اللي على السخن فارق كتير عن الكعك اللي على البارد. اللي على البارد طعمه حلو قوي زي بتاع المحلات وكل حاجة، بس ده الأصل. يعني الكعك اللي على السخن ده الأصل. الكعك حلو قوي ما شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وان شاء الله تعملوا احلى كعك في العيد، وهتبقوا مبسوطين جدا، وهتبقوا كده فخورين بنفسكم اللي انتوا عاملين حاجة احلى من المحلات كمان. شايفين النقشة محتفظة بشكلها عشان ما كترناش من الخميرة ولا حطينا بيكنج باودر. البيكنج باودر هنحطه على الكعك اللي على البارد بكرة ان شاء الله. بس الكعك ده ما حطيناش فيه بيكنج باودر، حطينا خميرة وما كترناش عشان النقشة تحتفظ بشكلها. يعني ما نحاولش نكتر في اي حاجة من المكونات اللي انا قلت عليها علشان تاخدوا احلى كحك واحلى نتيجة. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، بس لو عجبتكم متنسوش اللايك وشير عشان ناس كتير تستفاد من الوصفة. ويا رب تكون عجبتكم. وسامحوني لو الفيديو طويل، بس خايفة اكون نسيت حاجة. لو نسيت حاجة وعايزين تسألوا عليها اسألوني عليها في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.